السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هذا التسجيل راح هدي لكل سوري حر، لكل سوري كان بيشعر طول الفترة السابقة أنه بلا وطن. كان هذا إحساسي. يعني أنا ما راح أحكي سياسة وعن سيادة الرئيس، لا. هلأ أنا أشعر أنه عندي رئيس جمهورية، عندي وطن، عندي انتماء، أنتمي لدولة ما. أقسم بالله العظيم لما ينزل المغربي على بلده، التونسي التركي، أنا يجي لعندي على المحل يقول لي نازل على البلد، يعني ده هايمات، يعني على وطنه. أبرك هيك أتصفن بحالي، أقول يا الله، يعني هل أنا أصبحت بلا وطن؟ يعني مثل هدول ما يعني هلا إذا حكينا الاسم بتهمونا بالعنصرية، بس هي هذا واقع. يعني لأول مرة بشعر إنه أنا أنتمي لبلد ما. طبعا رغم أنوف وطننا، لكن أنا كنت محروم من النزلة، محروم إنه أنزل على وطني، محروم ألتقي بناسي، بأحبائي، يعني بالحي تبعي. اليوم شعرت أنا بس مجرد مرور موكب الرئيس والناس عم تهتف وبتحييه، دموعي نزلت. يعني أنا بغض النظر، يعني هلأ ما حدا يقول لي عم بطبل أو ما عمال بطبل، لا 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 لا, لا. الأمر أعمق من هيك بكتير. أنا أول مرة بعد سنين طويلة، بعد 10 سنوات، 12 سنة يعني، أو أكثر، 14 سنة، أشعر أنه أنا أنتمي لمنطقة جغرافية جميلة. أشعر أنه هذا البلد إلي. أشعر ولو ما نزلت، أنا لحد الآن ما نزلت لظروف خاصة، يعني ما لها علاقة بهذا. بس إن شاء الله أنا راح أنزل. يعني هلا هذا خلص، طالما لي حرية القرار أنزل أو ما أنزل بكفي، يعني أنا بس. أما كوني كنت ممنوع من النزلة، ويجي شرازم القوم يطقطقوا لي وأنا نزلت، وليش أنت ما عم تنزل؟ وليش؟ يقول لك يا ابني أنت كلك لسه، أنا لي 38 سنة في رب هالبلد. لما أنا منعت حالي من نزلة وما نزلت، أنا بإرادتي، كان خيار وقوفي مع الناس، مع أهلي، مع ناسي، مع الأحرار اللي تضرجوا بالدم. موقف، يعني الإنسان بيسجل موقف، يعني هذا هو الموقف. دفعنا ثمنه 15 سنة ما نزلنا. يعني بغض النظر، كل الناس عندها قدمت شهداء وأنا واحد منهم، يعني واحد من هالناس. لكن اليوم عودتي لهالوطن، عودتي لانتمائي. هذا أكثر شيء أسعدني. يعطيكم العافية.